ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اسف والله على الغيبة الطويلة دي غصب عني. مضغوط بس في الشغل شوية، وكمان بحضر لكورس جديد ان شاء الله هيبدأ من يوم 20. كورس مع وكالة مصرية. الكورس هيكون كل محاضراته لايف. في اعلان موجود على الفيسبوك يعني علشان لو حد مهتم وحابب ان هو يشترك في الكورس ده لان العدد محدود. المهم، يعني مشغول شوية، ما قدرتش ان انا انزل الاسبوع اللي فات، ولحد دلوقتي والله مشغول كده ببروجكت كبير شوية، فمناش قادر يعني ان انا انزل حاجة دلوقتي على اليوتيوب. ولكن من ضمن الشغل وانا شغال كده قلت اما تيجي نعمل الكتاب ده مع بعض. يعني الفيديو ده هيكون خاص شوية بالشيدنج، تمام، والماتيريال وكده. فتعالوا نعمل الكتاب ده مع بعض ونشوف ازاي هنعمله مع بعض كده من الصفر بالنسبة للماتيريال بتاعته. احنا دلوقتي على فكرة لسه مفيش اي حاجة، الإضاءة بس هي اللي عاملة النور ده، هي اللي عاملة اللون ده، لكن هو لونه أصلا أبيض. تمام، لو رحنا للشيدنج كده هنلاقي ان لسه مفيش اي حاجة معمولة هنا اهو. تمام. تعالوا بقى ايه نبدأ مع بعض واحدة واحدة كده نشوف ازاي هنعمل الكتاب ده من الصفر. أول حاجة هنضغط هنا كده. طبعا انت لازم تكون منزل، يعني اي حد شغال طبعا على بلندر المفروض يكون عارف المعلومة دي، ان هو هينزل نود رانجلر دي. لو كتبت هنا نود بس هتلاقي هي موجودة اصلا مع السيستم بتاع بلندر. هتتعلم عليها صح بس تفعلها تمام علشان تقدر تشتغل على الشيدنج هنا والاختصارات تشتغل معاك. احنا لو ضغطنا على ده بس وعملنا كنترول شيفت تي، كنترول شيفت تي هيفتح لنا كده مربع. المربع ده هنقدر ان احنا نختار منه ماتيريال خاصة. طبعا بننزل من مواقع الماتيريال. عندك موقع مثلا زي امبيانت ده، بتقدر انك انت تجيب منه الماتيريال اللي انت عايزها اي شكل انت عايزه. تمام. مم. هنعمل سيرش كده مثلا ونكتب فابريك، فبيطلع لك الماتيريال اللي انت عايزها، بينزلها لك كاملة بقى بالرفنس بتاعها، بالميتاليك، بكل الحاجات، بالديسبليسمنت، بكل حاجة. تمام. فتعالوا من هنا كده، انا منزل هنا تكستر كده هنستخدمها ليزر. اوكي، نجيب منها دول كده. بص، بنعمل كنترول شيفت تي، بعدين بيطلع لك المربع ده، بعدين بتخش على الماتريال اللي انت عايزها. تمام. وبتحدد من اول هنا دي كده الديسبليسمنت. تمام. ودي النورمالز، ودي الرفنس، ودي الكالر، ودي النورمال بس دي اكس. تمام. بص، هو المفروض اللي بيشتغل مع البلندر تقريبا الجي ال، مش متأكد بصراحة ومش متأكد لسبب، هو انا كنت عارف المعلومة ولكن انا بريح دماغي وبقوم ضاغط على كله. تمام. مفيش فيها مشكلة، يعني انت ممكن تحدد كل حاجة كده. تمام. وتقوم عامل له يلا بينا، هو هيقسم لك هو الدنيا وهيجيب لك الحاجات اللي هو هيستخدمها بس، فاهمني؟ فانت مجرد بس ما بتختار كل الفايلات اللي موجودة اللي نازلة لك من الموقع، هو بيقسمها هو خلاص وبيظبطها لك. وبيظبطها لك يعني في الشيدنج بتاعك. تمام. فمفيش مشكلة، انا كده كده بحدد كل حاجة وبنزلها على طول. تمام. طيب بعد كده ايه؟ طبعا احنا مش عايزين يبقى شكله كده يعني فاقع زيادة عن اللزوم، في الديسبيسمنت بتاعه بايظ، الدنيا مش كويسة فيه. اول حاجه هنقلل شويه الديسبيسمنت ده. هو طبعا دي كده عملت لوحدها كلها علشان احنا منزلين مفعلين النود ريجولار، فبتنزل لك كل حاجه متظبطه كده. تمام. طيب هنروح شويه على الديسبيسمنت كده ونخلي السكيل بتاعه 0.01 ونشوف كده. هنلاقيها بقت بالشكل ده كده. ممكن برضو نقللها شوية كمان 0.005، اعتقد كده احسن. صح. تمام. نخلي دي 0.1 النورمال بتاعه. مم. طب لو سيبناها واحد زي ما هي. طيب عموما احنا كده كده هنقلل
السكيل بتاعها شوية. هنضغط على اول واحدة كده ونسحب، سوري، نضغط على اول واحدة ونسحب، نخلي دي مثلا السكيل بتاعها 3، بحيث ان عارفين انتوا الكتب بتبقى يعني قليل شوية كده، مبتبقاش كبيرة كده. بص، ما بيبقاش ده كده، بيبقى قليل شوية، صح؟ فاحنا هنقلل دي، ان احنا نخلي السكيل بتاعها 3 كده. تمام. بعد كده تعالوا نروح على الرفنس دي ونلعب فيها شوية. هننزل هنا color ramp، طيب هنا كده. اوكي. طيب برضو التعرجات دي مش احسن حاجة على فكرة. التعرجات دي معمولة بالماتيريال، معمولة بالشيدنج. يعني انا الديسبليسمنت ده معمول شكل كده بس، ولكن احنا لو رحنا هنا كده هنلاقيه عدل. تمام. يعني انا اوريدي اصلا لو رحت كده هتلاقي ان الكتاب انا مش عامل فيه تفاصيل كتير بالنسبه يعني اللي انا عامل له مثلا سب ديفيجن سيرفيس ولا حاجه. ده مجرد شكل بس، الشيدنج بيديهولك، فاهمني؟ فانت مش محتاج انك انت تعمل سب ديفيجن سيرفيس وتعمل بوليجونز كتير علشان يطلع لك الشكل ده. الشكل ده هو شكل وهمي كده، الشيدنج بيديهولك. تمام. طيب احنا هنخلي دي 0.1. ماشي، تعال نزود هنا برضو ايه، نزود هنا رامب تاني، color رامب. اوكي هنا كده. نخلي دي 0.002. ماشي، حاجة زي كده يعني ايه، مش هتبقى لا هي اوفر قوي وفي نفس الوقت واضحة. تمام. تعالوا بعد كده بقى نحط اللوجوهات، نشوف هنحطها ازاي. نسحب دي كده شوية. اول حاجة عايزين نعملها، هنحط ميكس شيدر. تمام. وبعدين هناخد كوبي من ده كده، نحطه هنا كده. وبعدين عايزين نزود image texture. تمام. ونحط الايمج بتاعتنا اللي هي دي. حلو. الايمج دي اللي هو اللوجو اللي هيبقى هنا. تمام. فاحنا مبدئيا احنا مش هنتعامل بالكلر بتاعها، احنا هنخلي دي نون كلر. اوكي. وبعدين هنسحب الكلر، هنسحب الصورة دي ونحطها في الفاكتوري هنا. ماشي. وبعدين هنسحب اللون الاساسي، الكلر الاساسي اللي هو اللي احنا عملناه ده. اوكي. ونحطه في الشيدر 1 كده. تمام. سوري، اقصد في الشيدر 2. وبعدين هنسحب الكلر الجديد، تعالى بس نخليه اول بالاسود كده علشان نشوفه اول ما يطلع، ونحطه في الشيدر 1. وبعدين ناخد الشيدر ونوصلها بالشيدر هنا. اوكي، تطلع معانا بالشكل ده. ماشي. تعالوا اول حاجة نزود الميتاليك شوية علشان نشوفها، علشان تبقى يعني بالشكل ده كده على الكتاب. اوكي. تعالوا بعد كده نعمل ايه، عايزين بقى نعدلها. اوكي. فهنعدلها ازاي؟ اولا لو انا رحت هنا على اليو في اديتنج، تعالوا ما نختار ده كده. طيب فين الصورة الأصلية؟ الصورة الأصلية اهي. دي الصورة اللي احنا أصلا شغالين عليها. تمام.
لو ملقتهاش عندك بالشكل ده، كل اللي انت هتعمله هتحدد هنا كل حاجة، هتحدد هنا برضو كل حاجة كده. يعني لو هي مش متحددة كده، هتحدد هنا كل حاجة بحرف الايه، وتضغط حرف اليو، ومن حرف اليو ممكن تعمل مثلا سمارت يو في بروجكت. تمام، هتبقى عندك بالشكل ده كده. تمام. طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل عايزين بقى نخلي اللوجو هنا. تمام. هنروح هنا نختار صورة اللوجو. اوكي، لو احنا لعبنا دلوقتي، خد بالك، لو احنا لعبنا دلوقتي في الشكل ده، في التقسيمة اللي متقسمة دي، هتأثر على كل حاجة. ازاي؟ لو احنا مثلا عملنا كده، اوكي وكده، اوكي، هي ظبطت هنا، ولكن في باقي الحاجات مش مظبوطة. تمام. وفي نفس الوقت خد بالك، لو احنا حددنا كل حاجة هنا ورحنا على الصورة الأصلية كده، هنلاقي، بص، هنلاقي اللي احنا عملناه علشان نجيب اللوجو ده هنا، هنلاقيه أثر على الكتاب نفسه. يعني ازاي؟ هقول لك. لو احنا رحنا هنا على الشيدنج وجينا نبص كده، بص، هتلاقي التقسيمة هنا ما عادتش زي هنا خالص. تمام. شايف التقسيمه اختلفت ازاي؟ طب احنا مش عايزين ده يأثر على ده. يعني احنا عايزين اللوجو يتحط هنا، اوكي، بس مش عايزين التقسيمه دي تتأثر كده. هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه احنا هنرجع تاني هنا للسمارت يو في، ومش هنأثر ومش هنغير اي حاجه، بحيث ان كل حاجه تبقى زي ما هي كده. تمام. ومفيش حاجه تكون ايه، متأثره، سوري، وما يبقاش ايه ده متأثر، يعني ما يبقاش ده متغير عن ده، لا، عايزينه يبقى شكل واحد زي ما هو كده. تمام. طيب، ده كده يو في ماشي. تعالوا بقى احنا هنزود هنا، شايف دي من الداتا دي. تمام. شايف دي اليو في اللي احنا شغالين عليها، اوكي. طيب لو احنا زودنا واحده كده وعملنا يو في جديده. تمام. هنسميها مثلا لوجو 1. ماشي. ورحنا هنا اخترنا بقى اللوجو اللي احنا هنشتغل عليه، وجبنا دي. تعالوا ما نجيب كل حاجه كده اول، ونبعدها خالص. ماشي. وبعدين نجيب دي لوحدها كده اهي، اهي، وظبطناها كده. طبعا مفيش هنا تأثير، مفيش اي حاجة بتحصل. طيب عايزين ده بقى يتأثر بالكلام اللي احنا بنعمله ده. هنعمل ايه؟ الصورة اللي احنا جبناها اللي هي بتاعت اللوجو اهي، شايف دي؟ هنسحبها كده. هتلاقي هنا يو في ماب، او لو ما لقيتهاش موجودة هتبحث يو في، تلاقيها عندك كده يو في ماب. اوكي. وهنختار من هنا اللوجو 1 دي اهو. تمام. هتلاقي عندك ايه، اللوجو ده ظبط اهو في المكان اللي احنا عايزينه، ولكن باقي الكتاب زي ما هو، ما تأثرش باللي احنا بنعمله هنا، بالتقسيمة اللي احنا عاملينها هنا. تمام. طيب تعالوا اما نشوف باقي الحاجات دي. ماشي. احنا اولا علشان نعالج بس الموضوع ده، عايزين نخلي دي ايه، نخليها extend دي. يعني بدل ما الصورة بتتكرر في الحاجات اللي بره، شايف احنا مخرجين باقي الكتاب هنا بره الصورة، مش عايزينه يتأثر بالصورة. فعلشان ما يتأثرش بالصورة كده وننفذ الكلام ده، هنخلي دي بدل ما هي repeat، تمام، هنخليها extend. تمام. شوف كده، كده كل حاجه اتشالت، ما عادش غير اللوجو اللي احنا مختارينه بس، وشغال على اليو في ده. تمام. لو احنا رجعنا على اليو في ماب دي، هنلاقيها زي ما هي. اوكي. لو احنا رحنا على اللوجو 1 ده، هنلاقيه الشغل اللي احنا عاملينه على اللوجو 1، تمام، هو اللي اتنفذ هنا. اوكي. طيب بعد كده احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا مش عايزين ده، شايف اي نعم هو هنا متلون بالاسود، ولكن لسه متأثر بالماتيريال او بالديسبيسمنت اللي في الكتاب نفسه. ماشي. فاحنا مش عايزين ده. احنا عايزين نخلي اللوجو ده كأنه محفور في الكتاب. عارف انت لما تمسك كتاب جلد كده
وتلاقي اللوجو محفور كده في الكتاب، فاحنا عايزين نعمل التأثير ده. طيب التأثير ده هنعمله ازاي؟ شايف النورمالز دي؟ تعالى اما ناخد منها كوبي كده ونطلع هنا كده، وناخد من الكالر للكالر هنا، ونخلي دي على لوجو 1. تمام. ونروح بالنورمال على النورمال. اوكي. ونخلي الرفنس دي بدون خالص. تمام. وتعالوا ناخد نسخة برضو من الديسبليسمنت. نطلع بدول كده، ناخد نسخة كده من الديسبليسمنت وناخد من الكولر. وتعالوا نعمل هنا ميكس، نخليها فيكتور. نخلي دي A ودي B. نخلي دي يونيفورم. ماشي. ونخلي دي 750 كده. تعالوا اول لما نروح هنا ونشوف السيتنج ده ونخليها displacement and bump. تمام كده. طيب ده كده بالنسبة للوجو اللي قدام ده. عايزين بقى نعمل اللوجو اللي في الجنب. الأول ايه ما ننسق الشغل كده اللي خلص، ناخد المجموعة دي كده هنا. دي كده المجموعة الأولانية خالص بتاعت الكلر الأساسي، ودي كده المجموعة التانية اهي بتاعت اللوجو، وده الديسبليسمنت بتاعنا. طيب المهم كنا بنقول ايه بقى؟ ماشي. جبنا دي شوية كده علشان نبدأ بقى نحط اللوجو اللي في الجنب ده. تمام. بس أنا عايز أقول حاجة بس أول قبل ما نكمل. على فكرة اللون ده مش لون الكتاب. اللون ده متأثر ب ال... ال... الأضواء اللي أنا حاططها هنا. فاحنا لو شلنا الأضواء دي علشان بس ايه تشوفوا لون الكتاب مظبوط، وحطينا إضاءة عادية كده بس مش قوي كده. ايه ده؟ نخليها مثلا، نخليها كده. تمام. هتلاقوا ان الكتاب هنا ابيض. تمام. طب احنا عايزين نديله سنة كده ايه، ما يبقاش ابيض قوي كده. تمام. طيب عايزين نعمل الحركة دي، هنعملها ازاي؟ هنحط هنا ميكس كلر. كفاية بقى يا جدعان، يعني زمارة وحاجة قديمة للبيع ماشي. ميكس كلر. وتعالوا نجيب هنا كلر رامب. ناخد الكلر ده نحطه في البي. تمام. يبقى كده الكلر الاساسي بتاع الماتيريال اللي احنا منزلينها، التكستشر اللي احنا منزلينه من الموقع هو ده متوصل بالايه. وبعدين جبنا احنا كلر رام حطيناها في البي، بنعمل بينهم ميكس كلر وبنوديها على البيس كلر هنا اللي رايح على الشيدر. ماشي. هنخلي دي، مش عايزين دي ابيض بقى، هنخلي دي مثلا بني غامق كده، ونخلي دي عايزينه حاجة يعني سنة البيج كده.
ممكن كده ماشي. تمام. ونخلي الفاكتور ده يقرب شوية من القرار اللي احنا عاملينه. تمام. يبقى انا كده لو انا رجعت دي تاني ورجعت الاضواء بتاعتي كده، كده هو متأثر اكتر بالاضواء اللي انا حاططها، وفي نفس الوقت الكتاب نفسه لونه ما عادش. بص كده الفرق ما بين الاول اهو، شوف الاول كان عامل ازاي ودلوقتي كده. تمام. يبقى احنا كده نقدر كمان نتحكم في اللون بتاع التكستر اللي احنا جايبينها اصلا من الموقع. ماشي. طيب عايزين بقى نحط اللوجو اللي في الجنب هنا، هنعمل ايه؟ تعالوا ناخد المجموعة دي كلها تاني اهي، نعملها كنترول شيفت دي، سوري شيفت دي، ناخدها هنا كده. طيب هنغير الصورة وهنروح نجيب الصورة بتاعت اللوجو اللي في الجنب، وتعالوا عايزين نزود هنا يو في تاني ونسميها مثلا لوجو 2، ونخلي دي لوجو 2 النورمال بتاعتها، ونخلي اليو في ماب لوجو 2 برضو، نخلي دي نان كولر. تمام. وهناخد الميكس القديم ده نحطه في الشيدر التاني، وكده كده الميكس الجديد محطوط في الشيدر الاولاني، ونعمل نحطه هنا كده. طبعا احنا مش عايزينه بالشكل ده، هنروح على اليو في اديتنج ونختار هنا لوجو 2. تعالى نحدد كل حاجة اول ونعمل سمارت. احنا مش عايزين كده، يو في طب لو عملناها، لو خليناها كيوبك، لازم نشتغل فيها يدوي. ماشي هنطلع دي بره. تعالى ناخد الجزء اللي احنا هنشتغل فيه هنا، اللي هو من هنا لهنا كده ده. اوكي ويت، احنا مش عايزين اصلا الصورة دي، احنا عايزين الصورة التانية اللي احنا لسه جايبينها وود. اها علشان كده ما كانتش شغالة. طب لحظة واحدة بقى، سمارت يو في. طيب هناخد الجزء من هنا لهنا اهو، نخلي دي 90، نعمل روتيت للجزء ده 90 درجة كده. نعمل له سكيل لحد ما نظبطه هنا. قصير عود ايه؟ بس انا مش عايزك على قصير عود، مش انا عايزك على كايرو. ايوه اللي هي دي. مهم. ماشي تعالى نروح على لوجو واحد كده، من لوجو واحد هنرجع تاني على ده، وعايزين ده نجيبه هنا علشان نعمل الظهر بتاع الكتاب.
كده الظهر تمام، الوش تمام، الجنب ده تمام. واصلا كل حاجة يعني اتظبطت على طول، لان احنا واخدين نفس اللي احنا عاملينه في اللوجو القديم حطيناه في اللوجو الجديد. وبس ده كان فيديو سريع النهارده كده بنعرف من خلاله ان احنا ازاي نتحكم في الالوان بتاعه التكستشر اللي احنا منزلينها من على الموقع، ازاي نتحكم في الديسبليسمنت والسكيل بتاعه، تمام، وازاي ان احنا نضيف لوجوهات او نضيف اي حاجه جديده برضو في الماتيريال، تمام. ان شاء الله يوم 20 عندنا كورس هيبقى فيه شغل اكتر بقى وشرح اكتر، وانا كده كده مازال مكمل يعني في قناه اليوتيوب برضو. متنسوش بقى تعملوا سبسكرايب، ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك، واشوفكم في الفيديو اللي جاي قريب ان شاء الله. اشوفكم على خير، سلام.